السلام عليكم طلبة تالتة ثانوي. النهاردة ان شاء الله هننزل اسئلة على الباب التاني جيولوجيا عن نظام جديد. انا عارفة ان انا اتأخرت شوية، بس لما الاقي اسئلة فعلا انها اللي هي نظام جديد تستاهل ان هي تنزل يعني. وان شاء الله هعمل لكم حصص هتبقى عبارة عن بنك المعرفة، هنزل فيها بس الاسئلة بتاعت الجيولوجيا كلها بتاعت بنك المعرفة اللي هي الصعبة. تمام. وهنزل لكم كمان اسئلة على القطاعات في كتاب جديد نزل اسمه القطاعات عن النظام الجديد، في حوالي 120 قطاع. هنزل لكم منها شوية قطاعات عشان عارفة القطاعات في الجيولوجيا بتبقى صعبة، بيبقوا جايبين حاجات رسومات صعبة، وكمان في ناس ما اتدربتش عليها كتير عشان ما بياخدوش دروس. فانا ان شاء الله هنزل لكم منها. هو الكتاب ده هو نزل في المكتبات بس مش كلها، يعني مش كل المكتبات. هو سعره حوالي 30 جنيه 40 جنيه، في 120 قطاع بس مش محلولين، مفيش حتى يعني اجابات للكتاب. فانا هنزل لكم مثلا كل يوم كده كام قطاع، 10 قطاعات، واتفرجوا عليهم. اول سؤال بيعبر الشكل المقابل على النظام البلوري. هو عاطيني النظام، عاطيني فيه كام محور، 4 محاور، في 3 وفي واحد مايل. تمام. هو بيقولي احادي الميل، طبعا احادي الميل غلط لان احادي الميل فيه 3 محاور وهو راسم لي 4 محاور. ثلاثي الميل طبعا ما ينفعش عشان ثلاثي الميل 3 محاور برضو. السداسي 4 محاور بس السداسي مفهوش محور مايل. تمام. فطبعا ده مش بيعبر عن اي شكل بلوري. من المتوقع ان تكون هذه المعادن هي ايه على الترتيب. جايب لي معدن لونه اخضر ومعدن لونه اصفر. تمام. احنا واخدين ان الكبريت لونه اصفر، والملقايت ذو لون اخضر اللي هو الجنزاري. تمام. فطبعا الاجابه هنا هتبقى الملقايت والكبريت. الاوليفين من المعادن اللي بتحتوي على عنصرين ممثلين في القشرة الأرضية 7.1، فمن المتوقع أن يكون العنصران ايه. طبعا أنا عارفة أن الأوليفين احنا طبعا مش عارفين هو فيه ايه العناصر الموجودة فيه، فأنا طبعا همسك كل من الاختيارات. احنا كان معانا جدول مكتوب فيه نسبة الانتشار بتاع كل معدن. تمام. يعني أول حاجة الحديد. الحديد احنا عارفين نسبة الانتشار بتاعته 5. تمام. والمغنيسيوم 2.1. لما اجي اجمع 5 زائد 2.1 هيديني 7.1، وهعمل كده طبعا في كل المعادن التانية وهجربها مش هيطلع 7.1. طبعا الاختيار الأول هو اللي صح. كل الأشكال البلورية تحتوي على محور تماثل. طبعا غلط، مش كل الأشكال البلورية فيها محاور تماثل، في أشكال فيها وفي أشكال ما فيهاش. عدد مستويات التماثل لفصيلة السداسي. طبعا هو السؤال ده رياضي شوية، يعني لازم نبقى كاتبينه عندنا في كتاب عشان هو مش مكتوب في كتاب المدرسة، فانتوا لو معاكم الكتاب اكتبوه. عدد مستويات التماثل لفصيلة السداسي 7 مستويات تماثل، عنده 7. طبعا اكتر يعني الدفعة مش يعني مش عارفينه، لان احنا علمي علوم مش علمي رياضة. فطبعا انتوا تكتبوه عندكم في الكتاب او اكتبوه في اي كراسة عشان تبقوا تحفظوه، عشان لو جالكم ممكن يسألكم يعني شوفوا انتوا حافظين يعني فاهمين الاشكال اللي عندكم، عارفين عدد المستويات كام وكده. فعدد مستويات التماثل في فصيلة السداسي 7 مستويات. معدن بيستخلص منه فلز الزنك من ايه. البرايت هيبقى اللي هو BaSO4. تمام. اللي هو كبريتات باريوم. والبيرايت البيرايت اللي هو كبريتيت حديد FeS. الجالينا اللي هو BbS اللي هي كبريتيت رصاص. مفيش غير السفلرايت اللي هو ZnS كبريتيت زنك. المفروض طبعا الحاجات دي تبقوا عارفينها. لو انتوا بتاخدوا درس بره بيبقى المدرس قايل لكم ايه المعادن اللي موجوده في كل صخر من دول. اكيد في مدرسين قايل لكم ايه المعادن الموجوده فيها، اللي هو فلز الزنك موجود فين والكبريتيت فين، طبعا اكيد اكتركم عارفينها. اي المنحنيات الاتيه صحيحه. الصلاده والمخدش. الصلاده اللي هي الصلابه، والمخدش كل ما يكون المعدن صلب كل ما يكون يعني ان هو صعب اللي هو يتخدش عشان هو صلب جدا زي الماس كده. وكل ما بيكون الصلابة قليلة كل ما يكون المخدش بتاعه سهل، ممكن اخدشه بأي حاجة. تمام. فطبعا دي علاقة عكسية. فأول حاجة ده منحنى يعني مش عكسي، وتاني واحد طردي، وجيم دي كده علاقة عكسية. صخر ناري بيتكون من 3 معادن. الجرانيت بيتكون من فلزبار ومايكا
وكوارترز. البازلت لأ. الحجر الجيري دي صخور رسوبية. الصوان لأ. يبقى هو الجرانيت هو اللي فيه تلات معادن موجودة فين، اللي هو فلسبار، مايكا، كوارترز. نصل السكين من الممكن أن يخدش بإيه؟ نصل السكين ده اللي هو 5.5، ده مخدشه. الكوارترز 7، طبعا عشان الكوارترز أكبر واحد فيه، أكبر من 5.5، فهو ده اللي هيخدش نصل السكين.